رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بقالي كتير قوي ما نزلتش معاكم فيديوهات. بشكركم على سؤالكم عني وبشكركم على اهتمامكم بيا. بس انا عايزه اقول لكم، اكيد يعني مش هيحوشنا عنكم غير الشديد القوي، لان بحبكم جدا في الله. وربنا وحده اللي عالم ان انا يعني مش ببعد عنكم غير في يعني غير ما بيكون غصب عني. المهم تعالوا نبدأ يومنا كده ونشوف اليوم الجميل دوت هيكون عبارة عن ايه. وعايزة اقول لكم رمضان على الابواب، النهاردة 14 رجب. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم في احسن حال. ويا رب يعيدوا علينا كده سنوات مباركة كده. اللهم بلغنا رمضان لا فقدنا ولا مفقودين. المهم عايزه اقول لكم بقى روتين بقى في الشقه الجديده اللي انا فيها دي. طبعا المطبخ، عايزه اقول لكم هو المطبخ ده نظامه غير المطبخ اللي انا كنت فيه. فهنعمل مع بعض الفتره الجايه تجديدات في المطبخ. وبدايه التجديدات النهارده، انا عايزه اقول لكم ان انا من يوم ما جيت الشقه هنا وانا حطيت رصيت الحاجه، بحيث ان انا كنت حامل. كنت لسه في اول حمل يعني، في 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 بداية ما انا جيت الشقة هنا. والحمد لله دلوقتي يعني ربنا كرمني وقمت بالسلامة. ادعوا لي ربنا يقومني كده بالسلامة ويكملها معايا كده بالستر يا رب. وعايزة اقول لكم بقى ايه، ابتديت ان انا ارجع معاكم تاني. فوالله هو ده اللي كان حيشني عنكم يا ولاد غصب عني بجد. المهم المطبخ هنا نظامه ايه، عايزه اقول لكم الرخامه ديت اللي هي البني دي. والناحيه التانية فيه رخامه تانية اللي هي الرخامه البيج. فاحنا هنمسك المطبخ من المطبخ اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. هنمسكه بقى نعيد نظامه تماما وهنبصوا يعني هنخليه حاجة تانية خالص بإذن الله. ربنا كده يعيني يا رب ويقدرني. قبل أي حاجة كده دخلت كان المطبخ طبعا فيه شوية مواعين. المواعين بقى طالما المواعين خلصت خلاص يبقى اليوم كله خلص. لو انتي غسلت مواعينك اعرفي ان كده خلاص. بنحس احساس تاني كده، طبعا كلكم فاهميني وعارفين الموضوع ده. المهم غسلت شوية المواعين بتوعي كده، قلت نتشجع. طبعا الجو برد واحنا كلنا تحت البطانية. لا يلا بقى قومي اتشجعي كده، اغسلي مواعينك وخلصي مطبخك و... وعايزة اقول لكم ان احنا اللي بنعمل الحاجة مش الحاجة اللي بتعملنا. وان احنا اللي بنعمل، احنا اللي بنخلي المكان روح، واحنا اللي بنخلي للدنيا ديت قيمة. عايزة اقول لكم ياما ناس عندها بيوت وعندها عماير وعندها فلل ودنيا ومش مرتاحة نفسيا، مش مرتاحة نفسيتها، مش مرتاحة. مهما يعملوا ما هماش مرتاحين. فانا عايزه اقول لكم الاستقرار النفسي ده نعمه كبيره قوي. لو ربنا رزقك بيها حافظي عليها. وشوفي المكان اللي بترتاحي فيه، اقعدي فيه واستقري فيه. ما تقعديش في مكان متضايقه منه. هترجعي تندمي وهترجعي تقولي يا ريتني ما قعدت في المكان ده، ويا ريتني ما، يا ريت العمر مثلا قعدت شهر اتنين تلاتة هتقولي يا ريتني ما استقرتش في المكان ده. باختصار انا عايزه اقول لكم الشقه اللي انا كنت فيها طبعا كانت ايجار، فانا قعدت فيها فتره معينه يعني. فبس ما كنتش مرتاحه نفسيا. بغض النظر هي كانت حلوه وكانت شقه جميله و... بس انتي بنتش مرتاحه يعني هتعملي ايه. فما جيت الشقه هنا عايزه اقول لكم هي اكيد مش زي التانية. بس انت اللي بتعملي بقى للمكان روح وانت اللي بتحليه. كون ان انتي تبقي قاعدة في مكان مرتاحة فيه نفسيا، دي تساوي كنوز الدنيا وتساوي فلوس الدنيا باللي فيها. اتمنى يا رب تتقبلوني كده على الوضع الجديد ده، واتمنى ان شاء الله تشجعوني كده وتدوني حافز ان انا اكمل معاكم، لان بجد عايزه ارجع اصور فيديوهات تاني وعايزه ارجع. بصوا يا جماعه، انا الفتره اللي عدت من حياتي دي يعني تقريبا كنت بعيده عنكم دلوقتي بقالي يعني من ايام رمضان اللي فات. واحنا داخلين على رمضان اهو. السنه اللي فاتت دي ما نزلتش فيها فيديوهات كتيره، بس انا عايزه اقول لكم ان انا بجد انتوا وحشتوني ووحشني التصوير. وعايزه اقول لكم ان انا بصوا ببقى في اسعد لحظاتي كده وانا بصور وبسجل معاكم فيديو، لاني انا حابه المجال ده، حابه مجال اليوتيوب، وحابه ان انا اكون في المكان ده. المهم يعني
خلصت كده شويه المواعين بتوعي الحلوين دولت، ودخلت بقى على المطبخ بتاعي. عايزه اقول لكم زي ما قلت لكم الضلف، هو المطبخ مفتوح من تحت كده. انا هقول لكم احنا هنعمل مع بعض ايه. طبعا التجديدات كلها هعملها معاكم زي ما عملنا المطبخ اللي فات وجددناه برضو مع بعض، وظبطنا كل حاجه مع بعض. فهنعمل كل يعني عايزه. طبعا انتوا كده فاهميني ان فعلا البني ادم هو اللي بيعمل المكان مش المكان اللي بيعمله. هنا المطبخ معمول كده رخام زي ما انتم شايفين كده. فطبعا ما كانش ينفع اشيل الرخام ده واحط القطعه بتاعه المطبخ بتاعي. فانا القطعه بتاعه المطبخ حطيتها في اوضه اضافيه يعني عندي في الشقه، واضطريت بقى ان انا احط المواعين بتاعتي في المطبخ هنا. طبعا المطبخ زي ما انتم شايفينه كده حلو، طبعا ما يسرش حد ولا لا يسر عدو ولا حبيب زي ما بيقولوا. ابتديت بقى ان انا اشيل المواعين من جوه الضلف بتاعه المطبخ. احنا هنقول بقى ضلف. فابتديت ان انا اشيلها كده لان انا عايزه اخف الدنيا دي كلها، لان طبعا زي ما انتم شايفين المطبخ مفتوح، فالزيوت بتيجي على المواعين فبتبهدلها معايا. فانا هبتدي ان انا اشيل المواعين دي زي ما انتم شايفين كده، وهتخلص من الحاجات اللي انا مش عايزاها، وهسيب بس حوالي طقم حلل واحد مثلا او حاجه، وحاجات بسيطه يعني بحيث الحاجات اللي هي استعملها بس. والمواعين الباقيه هوديها بقى في الضلفه اللي هناك، هوديها في الضلفه بتاعه المطبخ اللي هناك زي ما قلت لكم، اللي هي الضلفه اللي انا حطاها في الاوضه الاضافيه. طبعا مسكت الرخام كده، ابتديت ان انا اغسله بالسبونجة كويس قوي والصابون، وحطيت طبعا شويه كلور فيها بحيث ان انا اعقم المكان وكده. انا عايزه اقول لكم فتره الولاده طبعا ما كنتش انا اللي في البيت بقى، كانت اخواتي البنات وكده فهم اللي كانوا ايدهم بقى في المكان. بس طبعا هم بيعملوا كتر خيرهم وكل حاجه، بس مش هيعملوا زي ما انت حابه او زي ما انت عايزه، فاهمه. كتر خيرهم بجد، وكتر خير اي حد وقف معايا في الفتره اللي فاتت. بشكر كل اللي وقفوا معايا، كل بس من قال لي مبروك بس. ديت ربنا يبارك لكم يا رب، ويا رب يقدرني كده وارد لكل اللي عمل لي حاجه اردها له اضعاف يا رب باذن الله. انا هنا اتخلصت من المواعين. طبعا عايزه اشيل الحله الالومنيوم دي كلها الكبيره دي، لان انا اصلا ما بستعملهاش. كل استعمالي على تقريبا على الستيل الصاج قلب تيفال ده. عايزه اقول لكم بصراحه ما بستعملوش قد كده. هو الستيل والجرانيت، يعني حتى الجرانيت تلاقوني مستعمله منه شويه حلل يعني. انا احط الحاجات اللي انا بستعملها كده زي ما انتم شايفين، والحاجات اللي مش هستعملها ايه زي ما قلت لكم هبتدي ان انا اتخلص منها. حتى البلاستيكات اخدت العلب، كان في عندي برضو شوية علب حلاوة وعلب والجراد اللي هي بتاعت المخلل والحاجات دي، برضو استغنيت عنها، وابتديت ان انا احط الحاجات الصواني والحاجات اللي انا بستعملها بس. وغير كده بقى وديته هناك في الضلفة بتاعت المطبخ اللي بقول لكم عليها دي، اللي في الأوضة الإضافية. المهم ان شاء الله باذن الله استنوني الفتره الجايه برضو هنعمل مع بعض فيديوهات حلوه. وعايزاكم تشجعوني كده بلايك، لو لسه ما حطيتش اللايك لحد دلوقتي يا ريت تشجعني بلايك عشان الفيديو يترفع، لان انا بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات. فمش عارفه بقى نظام اليوتيوب هيبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا يعني القناة ديت والله بجد يا ولاد انا لحد دلوقتي ما قبضتش منها. ولحد دلوقتي انا تقريبا منزله حوالي 130 فيديو، داخله على 130 فيديو تقريبا او 125. ما قبضتش منها خالص فلوس. لو كان مبدأ فلوس يعني من الاول ما كنتش عملتها، لان انا مش عاملاها عشان مبدأ فلوس. انا حابه اتواصل مع الناس بطريقه انا حابه موضوع الروتينات وموضوع المطبخ وموضوع التصوير بصفه عامه. يعني انا بحب التصوير اصلا فهوايه، فانا حبيت بقى ان انا اعملها كده زي ما انتم شايفين. رصيت المطبخ اهوت ورصيت القطعة دي، وابتديت هنا ان انا اشد البوتاجاز. شدته لانه هو لازق شوية
في الضلفتين التانيين دول. انا عايزه اقول لكم انا هتخلص من كل الهيصه ديت ومن كل الكراكيب دي. عشان ايه؟ عشان ابتدي ان انا اقفل بقى المطبخ من تحت كده على رواقه بقى وعلى نظافه. والحاجات برضو اللي انا بستعملها، عايزه اقول لكم دول كلهم حاجات انا ما كنتش بستعملها، بحيث ان البوتاجاز كان لازق فيها، فانا مش بستعمل الضلفه دي خالص ولا بستعمل القطعه دي. ابتديت بقى ان انا اشيل كل الحاجات اللي ملهاش لازمه والصواني كل الهيصه اللي ملهاش لازمه دي اشتلتها، استغنيت عنها. طبعا انتوا شايفين منظر الحيطة عامل ازاي. عايزة اقول لكم الحيطة دي مدهونة دهان اللي هو الجير. ف... فالدهان الجير اول لو نقطة مية بتبقع فيه. فعايزة اقول لكم هي ما شاء الله يعني الشقة كلها مدهون ابيض. انا كنت مفكره ان هو ده وش اساسي، بس هو تقريبا وش اللي هو كده يعني، حد ان انت ترجعي تدهين عليه تاني. المهم يعني هداري ده كله ان شاء الله، وكل ده هنداريه باذن الله. في الفيديو الجاي باذن الله هتشوفوا هنعمل ايه مع بعض. عايزه اقول لكم ده الشفاط بتاعي جه من الشقه اللي هناك برضو بالمنظر ده كده، وحطيته و طبعا هغسله وهنضفه برضو، هغسله معاكم وهنضفه. آه شلت بقى كل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، وبرضو مسحت تحت ونضفت اهو زي ما انتم شايفين، مسحت فوق وتحت وكده، ما عادش اي حاجه في الضلفه زي ما انتم شايفين كده. سبت بس الحاجات البسيطه دي. وهنا كمان كنت جايبه البهارات دي. عايزه اقول لكم بقى اقتصدوا موضوع البهارات ده. كنا بنجيب مثلا بال100 جنيه شويه بهارات ما شاء الله، وبنجيب كل اللي نفسنا فيه. النهارده انا عايزه اقول لكم الشنطه دي ب100 جنيه. آه، شويه الفلفل دولت ب15 جنيه. شوية الكمون يعني بصوا بجد ربنا يتولانا برحمته. هنا انا كنت رايحة اطحنهم، بس لقيت الفلفل عايز يتحمص، فانا هحمصه مع نفسي بقى واطحنه. وديت بهارات فراخ والتانية دي بهارات لحمة. يعني هي دي الحاجات الأساسية. ممكن مثلا تجيبي معاهم فلفل وكمون وكزبرة. طبعا أمهاتنا كانوا زمان بيعملوا الأكل بنفس الطريقة كده، وكانوا بيعملوا بأقل البهارات وفي ناس كمان والله أعرفها قسما بالله بتعمل الأكل من غير بهارات خالص، يعني بيقولوا كده أصح يعني. المهم عايزه اقول لكم مش بكتر البهارات ولا بكتر الهيصه دي. لا، اعملوا حاجتكم كده، كل حاجه تعاملوا معاها بالراحه كده، حاولوا تقتصدوا يعني وتوفروا، لان الايام اللي جايه بجد ربنا يلطف بنا فيها. المهم هنا كان عندي 2 كيلو بطاطا زي ما انتم شايفين كده، اخدتهم معايا. طبعا البطاطا برضو شايفة نفسها اليومين دول الكيلو فيها ب10 جنيه. المهم اخدتهم وهبتدي ان انا اعمل تحلية كده سريعة. طبعا لو قعدنا نحسب كل حاجة وقلنا ده بكذا وده بكذا فمش هنعمل ومش هنعمل اي حاجة، فما تحسبولاش بقى يا جماعة. يعني اللي تقدري عليها دي، انما بصي ما تجبريش نفسك على حاجة معينة، فاهمة؟ يعني ما تجبريش نفسك ان انت تشتري حاجة غالية وحاجة يعني تعملي كده اسس وحاجات، نظام كده لحياتك وتعقدي نفسك وتعقدي عيشتك وكده. لا، اعملي. بصي انا طبعا كنت حبيتها اكافئ نفسي، فاكافئ نفسي بايه؟ النهارده هنعمل صينيه بطاطا بس تحفه يا ولاد. حاجه كده قمر كده في نفسها ما شاء الله. عملت البطاطا زي ما انتم شايفين، قطعتها. دي طبعا زي ما قلت لكم 2 كيلو بطاطا. وحطيت رشة قرفة صغيرة خالص. لو عندك القرفة العيدان حطي عود. وحطيت نص كوباية سكر كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا ارفعها على نار هادية. هوطي النار دي دلوقتي وهبتدي ان انا ارفعها على النار. طبعا الوقت كانت الكهرباء قطعة، بصور لكم الكهرباء قطعة. حطيتها على النار لمدة مثلا نص ساعة زي ما انتم شايفين كده، وعليها كوباية مية، كوباية واحدة مية. وحطيت كمان معلقة سمنة اهو، ان انا ازود النكهة بتاعتها. كمان قبل ما اطفي عليها ابتديت ان انا احط كيس فانيليا كده، وبعدين طفيت عليها. شايفين شكلها قمر ازاي؟ قلبتها كده بقى وبعدين طفيت عليها. انا طبعا كنت حاطه الشياطه تحت، لان الحله دي بتلسع النار شويه. حطيت هنا زي ما انتم شايفين كده معلقتين من السمنة وعليهم معلقتين من الدقيق، بس رجعت زودتهم تاني. عايزة اقول لكم ان السمنة يا سلام بقى لو تكون سمنة بلدي. ده بشاميل حلو. اعمله وحطيت عليهم لتر من اللبن.
وكيس فانيليا، ونص كوباية سكر. طبعا التحلية ديت على حسب ذوقك. وفانيليا البرتقال دي، فانيليا البرتقال دي عملناها مع بعض يا ولاد قبل كده، وبقشر البرتقال في الفيديوهات اللي فاتت. ارجعوا الفيديوهات اللي فاتت هتلاقونا في اواخر الفيديوهات كده عاملينها مع بعض. وابتديت ان انا اقلب البشاميل علشان يتقل معايا. طبعا قوام البشاميل زي ما انت حابه، حباها تقيل ماشي، حباها خفيف زي ما بتحبي اعمليه. والبطاطا عايزه اقول لكم ان انتم ممكن تدخلوها كده وتحطوا عليها، شايفين عايزه اقول لكم البشاميل اللي جه ناعم شويه، بس انا بحبه جوسي كده وحلو. حطيتها كده زي ما انتم شايفين وقلبتها لحد هنا، تقدري تدخليها الفرن وخلاص، وهتبقى زي الفل. ابتديت ان انا بقى احط على وشها طبقه البشاميل، واخدها للفرن تاخد تحميره زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كان طعمها بجد تحفه. يلا اشوفكم على خير بقى الفيديو الجاي. ما تنسوش تحطوا اللايك، وما تنسونيش في دعوه حلوه بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمه الله.